السلام عليكم حبايبي الغاليين، طلاب تانية سنة أزهر في كل مكان. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما انتهينا من شرح التغذية الذاتية كاملة وأخدناها على درسين. الدرس الأول أخدنا فيه يا صديقي آلية امتصاص الماء والأملاح، والدرس الثاني أخدنا فيه البناء الضوئي. إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى كل درس من الدرسين دول هنحل فيهم أسئلة المحافظات من 2019 وحتى 2024، وممكن كمان تلاقي أسئلة من 2018 و17 كمان، عشان يبقى ظبطناهم وضمناهم بإذن الله في الامتحان. ولكن قبل ما نبدأ يا صديقي هنسيب لك التفاصيل الخاصة بالاشتراك معنا في الترم كاملا. تانية سنة وأزهر 250 جنيه فقط، وهنعمل لك كمان خصم لكل اللي جاي من الفيديو ده 20%، يعني ب 200 جنيه بس. هنسيب لك التفاصيل بتاعتها في أول كومنت وفي الديسكريبشن، فروح بص عليها كده وإن شاء الله يشرفنا انضمامك. يلا بينا نحل الأول أسئلة المحافظات على الدرس الأول، ونبدأ الأول بالأسئلة الاختيارية. السؤال الأول بيقول: الخاصية التي تنتقل بها الماء خلال الفجوة العصارية في الخلية. شوف الراجل قال إيه؟ الراجل قال التي تنتقل بها الماء. يبقى الله يكرمك الله يكرمك على طول يجي في بالك من غير كلام من غير تفكير الإسموزية، لأن تعريف الإسموزية هو حركة الماء خلال الغشاء شبه المنفذ من الوسط ذو التركيز المنخفض في الزائبات للوسط ذو التركيز المرتفع في الزائبات، أو من الوسط ذو التركيز المرتفع في الماء إلى الوسط ذو التركيز المنخفض في الماء خلال الأغشية شبه المنفذة. يبقى النقل النشط، لا يا دكتور، النقل النشط ده كانت بتمشي في الأيونات من وسط تركيزه منخفض لوسط تركيزه عالي عندما يلزمها طاقة. الإسموزية ده كلام مظبوط جدا. السؤال اللي بعده: من المغذيات الصغرى للنبات التي تعمل كمنشطات للإنزيمات. افتكر الجملة اللي كنا بنقولها: ممن أخبيك. الميم الأولى مولبدينيوم، والميم التانية منجنيز، والنون نحاس. لو أنا جيت أبص ألاقي أول عنصر عندي هو النحاس، لكن لو أنا جيت أبص على الفوسفور، لا يا عم الحاج، الفوسفور يا عم الحاج ده كان من المغذيات الكبرى التي تدخل في بناء المركبات الناقلة للطاقة. والنيتروجين من المغذيات الكبرى اللي كانت أملاح النترات تستخدم لتحويل الكربوهيدرات إلى بروتينات. السؤال اللي بعده بيقول: تعوض الشعيرة الجذرية الممزقة، كانت بتعوض من منطقة معروفة جدا اسمها منطقة الاستطالة في الجذر، لأن الشعيرة الجذرية كان عمرها قصير لا يتجاوز الأيام والأسابيع، وكنا بنقول علل. هي كانت طالعة من خلايا اسمها خلايا البشرة أو خلايا الطبقة الوبرية. وخلايا البشرة أو خلايا الطبقة الوبرية هي خلايا تتميز بأنها تتمزق باستمرار، وكان زي ما قلنا بيتم تعويضها من منطقة اسمها منطقة الاستطالة. السؤال اللي بعده بيقول: من المغذيات الكبرى. افتكر المغذيات الكبرى كنا بنقول فيها جملة مهمة: فكك من الحب. يا سلام، فكك من الحب يا ولا. كنا بنقول فيها ايه بقى يا دكتور؟ الفاء. يبقى اول فاء ديت معناها ايه؟ الله ينور عليك، فوسفور. والكاف الاولى كالسيوم. لا لا لا، انت مش مذاكر، انت مش مذاكر وسنتك ما يعلم بها الا ربنا، فركز معانا الله يكرمك الله يكرمك يا اخي، فركز كده معانا. الكلام الجمل اللي انا بقولها لك دي بيبقى الغرض منها ان انا ربط لك الدنيا ببعضها. فلو جيت ابص على الالومنيوم، الالومنيوم ده مغذيات صغر. الاكسجين لا من دول ولا من دول. الكلور مغذيات صغرى. اما النيتروجين مغذيات كبرى. يبقى النيتروجين. وروح الاول بقى ذاكر فكك من الحب وممن اخبيك علشان تحفظ الكلام ده. يرجع تدفق الايونات من محلول التربة حيث التركيز المنخفض. شوف قال لك ايه؟ يا سلام، قال لي ايونات، وقال لي من التركيز المنخفض الى التركيز المرتفع. هو الايونات كان لها احتمالين: يا اما من عالي لمنخفض وده اسمه انتشار وده من غير طاقة، يا اما من منخفض لمرتفع وده اسمه نقل نشط وده عايز طاقة. هو قال من المنخفض للمرتفع، من المنخفض للمرتفع، يبقى هذا نقل نشط. حلو.
الخاصية التي ينتقل بها الماء عبر الخلايا، قلنا المية، يبقى الراجل هنا يقصد الإسموزية على طول. الجدر النباتية المغطاة بالليجنين، كنا بنقسم الجدر والأغشية لثلاث حاجات: جدر وأغشية منفذة، جدر وأغشية غير منفذة، وجدر وأغشية شبه منفذة. الجدر والأغشية المنفذة ده جدر تسمح بمرور جميع المواد من خلالها، والجدر والأغشية الغير منفذة هي جدر لا تسمح بمرور أي مادة من خلالها. دي كانت جدر وأغشية مغطاة بمادة من ثلاثة: الكيوتين والسيوبرين والليجنين. وشبه منفذة كانت يا دكتور تعدي المية وتحدد مرور الملح، بعضه يعدي وبعضه ما يعديش حسب حاجة الخلية، ولا تسمح بمرور الجزيئات كبيرة الحجم زي البروتينات والأحماض الأمينية كبيرة الحجم. يبقى المغطاة بالليجنين منفذة لا، تتشرب الماء وتنفذه، هي ما بتعديش حاجة، تتشرب الماء ولا تنفذه، كلام مظبوط. لأن الجدار أصلا جدار سليلوزي فهيشرب المية، ومتغطي بالليجنين مش هيعديه. ما هو فاكر السلوز، بص يا باشا، الجدار أدا سليلوز، ودي مادة غروية في التشرب هتشرب المية، بس هو متغطي بالجنين فالمية مش هتعدي، يبقى يشرب المية بس ما عداش. حلو. الكائنات الحية التي تتشابه في طرق حصولها على غذائها ما عدا، مين من اللي جاي ده يا عم الحاج بيتشابه في طرق حصوله على غذاء ما عدا مين؟ اولا البراميسيوم غير ذاتي، البنسيليوم ده فطر غير ذاتي، الاميبا غير ذاتي، بينما الطحالب ذاتية التغذية. من عناصر المغذيات الكبرى والتي يحتاج إليها النبات بكميات غير قليلة. المغذيات الكبرى، ارجع افتكر يا ولدي، ايه، فكك من الحب، فكك من الحب. حلو. والتانية ممن أخبيك، يا سلام والله العظيم لو تحفظ الكلام ده يبقى الكلام بالنسبة لك سهل جدا جدا جدا. البرون، والله ده مغذيات صغرى. المغنيسيوم مغذيات كبرى. ليه يا عم الحاج؟ احنا كنا بنقول فكك من الحب. الميم ده كانت مغنيسيوم، الميم ده مغنيسيوم، والنون ده نيتروجين، والحاء ده حديد، و... والباء دهيت برون، عفوا، والباء ده بوتاسيوم. البرون ده احنا لسه قايلين صغرى، يبقى دي صغرى. حلو. والمنجنيز صغرى، والكلور صغرى. احفظ الجملتين: فكك من الحب وممن اخبيك، وانا شرحتهم بالتفصيل وحلناهم مع بعض. من الكائنات الحية ذاتية التغذية، أكلات اللحوم دي كانت غير ذاتية عضوية. البلهارسيا غير ذاتية متطفلة. النباتات ذاتية التغذية، أكلات العشب غير ذاتية عضوية، يبقى دي الوحيدة اللي ذاتية. يبقى هنا احنا اخترنا المغنيسيوم اهو. يطلق على تحرك الجزيئات والأيونات من منطقة ذات تركيز عالي إلى ذو تركيز منخفض. قلنا من عالي المنخفض ده اسمه انتشار الماء خلال غشاء شبه المنفذ من منطقة ذات تركيز عالي للمية المنخفض في المية. قلنا الكلام قال لك مية وغشاء شبه منفذ يبقى الإسموزية. ما أنا قلت لك الإسموزية ممكن أعرفها بمنطقين لو أنت فاكر. المنطق الأول إن أنا أتكلم بصيغة المية فأقول من وسط ذو تركيز عالي للماء إلى وسط ذو تركيز منخفض للماء. والمنطق الثاني إن أنا أتكلم بصيغة الأملاح فأقول من وسط أو الزائبات من وسط ذو تركيز منخفض للزائبات إلى مرتفع. يبقى إجابتي على طول الإسموزية. من المواد المنخفضة الطاقة التي يستخدمها النبات، شوف قال لك منخفضة الطاقة. منخفضة الطاقة يعني مواد غير عضوية، يعني مواد بسيطة التركيب. السكر لا عضوي معقد، والنشا كذلك. الأملاح المعدنية، أيوة النبات كان بيعمل إيه؟ كان بيجيب مواد أولية بسيطة غير عضوية زي المية وزي الأملاح وزي ثاني أكسيد الكربون، وعن طريق عملية البناء الضوئي يقوم محول المواد دي إلى مواد معقدة، يحولها لمواد عضوية إلى مواد عالية الطاقة. وكلامنا ده مظبوط جدا 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 فوق مما تتخيل. السؤال اللي بعده: من العلاقات الناتجة يعبر عن تركيز المواد المذابة في المحلول والضغط الإسموزي. الضغط الإسموزي كنا بنقول هو ضغط ينشأ عن تركيز الذائبات في المحلول، وهو يتناسب مع التركيز، أهو يتناسب
مع تركيز المواد المذابة في المحلول، فاكر، تناسبا طرديا. يعني كل ما تركيز المواد المذابة في المحلول يزيد الضغط الاسموزي بيزيد، يبقى العلاقة ج. انتقال الجزيئات ضد التدرج في التركيز. انت عارف يعني ايه ضد التدرج في التركيز؟ هو التدرج في التركيز من العالي للمنخفض. ضد التدرج في التركيز يبقى من المنخفض للعالي، وده ينطبق على مين؟ نقل نشط. يا سلام، نقل نشط. إذا كان تركيز أيون الصوديوم في ماء البركة 1.2 في 310 أيون، يكون تركيزه داخل خلايا تحلب النتيل. احنا لما جينا درسنا تحلب النتيل كنا بنقول أن تركيز الأيونات داخل خلايا التحلب أكبر من تركيزها في ماء البركة، عشان كده كانت الأيونات بتمشي من ماء البركة للتحلب بالنقل النشط. يبقى لو تركيزه في ماء البركة 1.2 في 310، يبقى تركيزه في التحلب أكبر من 1.2 في 310. الرقم الوحيد اللي هتلاقيه أكبر من 1.2 في 310 اللي هو 2.1 في 310 أهو. السؤال اللي بعده، خاصية نقطة يتحرك الجزيئات من، مش هنقوله بقى يا جماعة، قال لك الجزيئات من عالي للمنخفض، يبقى ده انتشار. تتميز نقط بخاصية النفاذية الاختيارية. اللي كان بيتميز بخاصية النفاذية الاختيارية هي الأغشية البلازمية، اللي كانت تتميز بأنها أغشية شبه منفذة، كانت تسمح بمرور المية بصورة حرة، وتحدد مرور الكثير من الأملاح، وتمنع مرور الجزيئات كبيرة الحجم. يبقى الجدر الخلوية معلش لا، الأغشية البلازمية لا، الأغشية البلازمية لا، ايه احنا لسه قايلين الأغشية البلازمية صح. الدقائق الغروية لا، الدقائق الغروية دي بتاعة التشرب لو انت فاكر، زي البكتين وبروتينات البروتوبلازم والسليلوز. يطلق على مرور أي مادة خلال غشاء عندما يلزمها طاقة. يا عم طاقة، يبقى نقل ناشط. ينتشر الماء من التربة لخلال البشرة ثم لخلال القشرة حيث يصل إلى أوعية الخشب عن طريق الانتشار. يا عم الانتشار ده مش مع المية، يا عم المية، يا عم المية، يا عم الاسموزية، يا عم. إذا كان تركيز لسه حلين البوتاسيوم في ماء البركة 1.2 في 1.3 أيون، فإن تركيزها في العصير الخلوي والتحلب هيكون أكبر من ماء البركة. يبقى الرقم اللي أكبر من 1.2 في 1.3 مين؟ ده 1.2 ده قده، وده أصغر وده أصغر. 2.1 في 1.3. على فكرة الرقم ده أصلا هما كاتبينه بالغلط، كانوا جايبينه من السؤال ده من كتاب الامتحان أصلا. قدرة خلايا النباتية على التشرب الماء يرجع إلى فاكر دي خاصية التشرب، قدرة الدقائق الصلبة وخاصة الغروية، قلنا الغروية دي معناها المحبة للماء، يبقى يرجع إلى طبيعتها الغروية. يا سلام، والله الدنيا بسيطة يا رجالة. الكائنات التي تحصل على الغذاء من أجسام الكائنات الأخرى فاكر علاقة بين كائنين يعتمد أحدهما على الآخر في حصوله على الغذاء ويلحق به أضرارا مختلفة. التطفل، والتطفل ده كان ذاتي ولا غير ذاتي؟ غير ذاتي. من العناصر التي يحتاجها النبات لتنشيط الإنزيمات، اللي كانوا شغالين لتنشيط الإنزيمات دي المغذيات الصغرى اللي كنا بنقولوا عليهم ممن أخبيك. مولبدينيوم، يا سلام. منجنيز، يا سلام. نحاس، يا سلام. الألف ديت ألومنيوم، حلو. والخاء بتاعت أخبيك خرصين أو زنك، والباء برون، والياء يود، والكاف الله ينور عليك كلور. يبقى دول بنقولوا عليهم مغذيات صغرى. مين موجودة عندك منهم؟ موجودة عندك الكلور اهو. يعمل عنصر كمنشط الانزيمات، هي واختار واحد منهم. موجود عندك الخرصين، حلو. عنصر يدخل في تكوين بعض الانزيمات، قلت لك اللي بيدخل في تكوين الانزيمات ده الحديد لو انت فاكر، لكن اللي بيشتغل كمنشطات للانزيمات دي المغذيات الصغرى. هو اين قال يدخل في تكوين؟ يبقى الحديد. ده بالنسبة لأسئلة الاختياري على الدرس الأول من أسئلة المحافظات والسنوات السابقة. يلا بينا على المصطلح العلمي. السؤال الأول بيقول حركة الأيونات من منطقة ذات تركيز منخفض، بيقول لك من المنخفض، أنا عرفت هي إيه من غير ما أكمل، إلى المرتفع ويلزمها طاقة. ده الراجل قال لك كل حاجة، يبقى ده على طول النقل النشط. خاصية تحدد مرور المواد خلال غشاء البلازما، دي خاصية النفاذية الاختيارية اللي كانت بتعدي المية بصورة حرة، حلو،
وكانت تحدد مرور الأملاح وتمنع مرور الجزيئات كبيرة الحجم. أغشية رقيقة ذات ثقوب دقيقة جدا لها خاصية النفاذية الاختيارية. لسه هو كأنه عكس السؤال اللي فوق. دي الأغشية البلازمية، امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبرية أو طبقة البشرة ويصل طولها ل4 مللي. دي يا دكتور الشعيرة الجذرية. عناصر أثرية يحتاج إليها النبات بكميات قليلة. المغذيات الصغرى اللي هم جمعناهم في ممن أخبيك. مرور الماء خلال الأغشية شبه المنفذة من وسط ذو تركيز مرتفع للماء. هو قال لك مرور الماء خلال الأغشية شبه المنفذة، يبقى ما تكملش، قال اسموزية. ده قال لك المية وقال لك غشاء شبه منفذ. حركة أي مادة خلال الغشاء عندما يلزمها طاقة، لسه حلينا فوق، النقل النشط. الكائنات الحية التي تحصل على الغذاء من أجسام الكائنات الميتة. شوف كائن حي بيتغذى على آخر ميت، يبقى دي الكائنات الرمية أو المترممة. هو المادة الخام والمصدر الذي يستمد منه الكائن الحي الطاقة اللازمة لجميع العمليات الحيوية. الغذاء كان مهم الحاجتين، مصدر الطاقة ومصدر المادة الخام. مصدر الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية، ومصدر المادة الخام اللازمة للنمو وتعويض ما يتلف من الأنسجة. أغشية شبه منفذة كما أن أغشيتها اختيارية النفاذية اللي هي كنا بنقولوا عليها الأغشية البلازمية. والله كلام سهل يا شباب. الدراسة العلمية للغذاء من قبل ما أكمل، والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية، ده كان علم إيه؟ علم التغذية. صوب. خاصية تحديد مرور المواد المختلفة خلال تسمى الانتشار. هو اللي كان بيحدد مرور المواد ده خلال غشاء الشبه منفذ اللي هو الغشاء البلازمي. دي خاصية كنا بنسموها النفاذية الاختيارية. يعرف انتقال الأيونات من الوسط الأعلى في التركيز للوسط الأقل. من الأعلى الأقل ده كنا بنسموها انتشار. طب من الأقل الأعلى نقل نشط. يطلق على مرور أي مادة خلال الغشاء عندما يلزمها طاقة الانتشار، لا النقل النشط. تعوض الشعيرات الجذرية الممزقة من القمة النامية، لا تعوض من منطقة الاستطالة في الجذر. لا يسمح لبعض الأيونات في الغشاء البلازمي بالمرور بخاصية النقل النشط، لا بخاصية النفاذية الاختيارية. كل ده بيبقى على حسب حاجة النبات. الجدر الخلوية تتميز بخاصية النفاذية الاختيارية، لا اللي بيتميز بخاصية النفاذية الاختيارية الأغشية البلازمية. المغذيات الكبرى يحتاج للنبات بكميات غير قليلة وهي 8 عناصر، لا 7. افتكر الجملة بتاعتها، فكك من الحب. من الكائنات غير ذاتية الطفيلية، البكتيريا الرمية الطفيلية، لا قول له نبات الحامول. الهالوك اللي بيتطفل على الفول، قول له دودة الإسكارس، دودة البلهارسيا. تتميز الجدر الخلوية بخاصية النفاذية الاختيارية. تتميز بإنها إيه الجدر الخلوية؟ بإنها منفذة، وكمان بقدرتها على التشرب، لأن جدار الخلية مصنوع من مادة السلوز وده مادة غروية. الخاصية الإسموزية هي ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة، لا دي لسه هناخدها في النقل، دي حاجة اسمها الخاصية الشعرية هناخدها في النقل، فدي جاية هنا بالغلط. تعرف حركة الأيونات من الوسط الأعلى تركيزا إلى الأقل تركيزا، من العالي الأقل يبقى انتشار. أكمل. تحرك الجزيئات أو الأيونات من منطقة ذات تركيز عالي ذات يعرف بخاصية من عالي المنخفض، يعرف بخاصية الانتشار. تعوض الشعيرات الجذرية الممزقة من منطقة الاستطالة في الجذر. الغذاء هو المادة الخام اللازمة ليه؟ رقم 1 النمو وتعويض الأنسجة التالفة. رقم 2 مصدر المادة الخام اللازمة للطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية. تفرز الشعيرة الجذرية نقط لتساعدها على التغلغل والانزلاق من حبيبات التربة. ده كان يا عم الحاج في الجزء بتاع الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية، كانت بتفرز مادة لزجة. من المواد التي تعمل الأغشية البلازمية على منع نفاذها خارج الخلية الجزيئات كبيرة الحجم زي البروتينات. الخاصية الإسموزية هي ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة، قلنا لا دي خاصية اسمها الخاصية الشعرية، لسه هناخدها قدام.
الكلور من العناصر الأثرية التي يحتاج النبات لها. يا دكتور، ممن أخبيك كلور، صح. البلهارسيا من الكائنات غير الذاتية، هي من الغير ذاتية بس مش رمية، دي طفيلية، يبقى غلط. السؤال اللي بعده، استخرج الكلمة غير المناسبة من الجمل الآتية مع بيان ما يربط باقي الكلمات. حديد، مولبدينيوم، فوسفور، نيتروجين. أكيد المولبدينيوم، لأن الحديد والفوسفور والنيتروجين كلهم مغذيات كبرى. طب المولبدينيوم ده مغذيات صغرى. يا سلام. تنتقل أيونات، علل بقى، تنتقل أيونات الأملاح من محلول التربة إلى خلايا الجذر ضد التدرج في التركيز، يبقى عن طريق خاصية النقل النشط عندما يلزمها طاقة لإجبار الأيونات للتحرك ضد تدرج التركيز. أعلل تتجدد خلايا الشعيرة الجذرية في النبات باستمرار، يبقى لأن خلايا الطبقة الوبرية تتمزق باستمرار وتعوض من منطقة تعرف باسم منطقة الاستطالة في الجذر. يعتبر الكلور من المغذيات الصغرى لأن النبات يحتاجه بكميات قليلة. تعمل الشعيرة الجذرية كجهاز اسموزي. فاكر كان من الملائمة الوظيفة للشعيرة الجذرية أن تركيز محلول فجوتها العصارية أكبر من التربة فيساعدها على انتقال الماء من التربة إليها بالإسموزية. يبقى حيث أن تركيز محلول فجوتها العصارية أكبر من تركيزه داخل التربة مما يعمل على انتقال الماء إليها بالإسموزية. تتميز الشعيرات الجذرية في الأراضي الملحية والصحراوية بضغوط إسموزية عالية. أيوة، ليه؟ لأن في الأرض الملحية التركيز عالي، والأرض الصحراوية فندرة في المياه فالتركيز عالي. يبقى لتعمل على انتقال الماء من التربة إليها بالإسموزية، لأن المية بتمشي بالإسموزية من وسط منخفض في تركيز الذائبات اللي هو الأملاح يعني لوسط ذو تركيز عالي، فلازم يكون التركيز جوه الشعيرة الجذرية أكبر من التربة بتاعة الأرض الملحية أو الله ينور عليك أو الصحراوية. تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة، يبقى لتساعدها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربة. الشعيرة الجذرية عددها كبير جدا وجذورها رقيقة. عددها كبير يبقى لتعمل على زيادة مساحة السطح، وجذورها رقيقة لتسمح بنفاذ الماء والأملاح. عمر الشعيرة الجذرية لا يتجاوز بضعة أيام أو أسابيع. قلنا لأن خلايا الطبقة الوبرية اللي يطلع منها يعني تتمزق باستمرار وتعوض من منطقة الاستطالة في الجذر. يتم امتصاص الشعيرات الجذرية الماء من التربة بالإسموزية. قلنا لأن التركيز العصير الخلوي للشعيرة الجذرية أكبر من التربة فيساعد على انتقال الماء إليها بالإسموزية. يلجأ النبات أحيانا إلى النقل النشط ليعمل على امتصاص الأيونات من وسط ذو تركيز منخفض إلى وسط ذو تركيز عالي. قلنا وبيلزمه طاقة لإجبار هذه الأيونات للتحرك ضد تدرج التركيز. أهمية عنصر الحديد في عملية البناء الضوئي يدخل في تكوين مين؟ الإنزيمات. والله الموضوع بقى سهل جدا يا ولاد. احنا نحل علل وهنسيب لك ايه بقى واجب قارن، ومن المقصود ده واجب واذكر مكان وظيفة. الأسئلة اللي فاضلة ديت هنسيبها لك واجب. ماذا يحدث في حالة نقص العناصر الضرورية للنبات في التربة؟ يحصل رقم 1 خلل في النمو الخضري أو توقفه. رقم 2 عدم تكوين أزهار أو ثمار. يقل عدد الشعيرات الجذرية. ماذا يحدث؟ يقل معدل امتصاص الماء والأملاح لأن مساحة السطح هتقل. إذا حدث نقص في العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، لسه قايلينها فوق، خلى في النمو الخضراء توقفه. عدم وجود منطقة الاستطالة بالجذر، يبقى لن يتم تعويض الشعيرات الجذرية الممزقة. إزالة الشعيرات الجذرية تماما من جذر النبات، يدبل النبات ويموت لأنه هيفقد قدرته على امتصاص الماء والأملاح. لم يوجد غشاء بلازم شبه منفذ لخلايا جذر النبات، يبقى لن يتم تحديد مرور المواد عبر الأغشية البلازمية. كلام جميل جدا ده بالنسبة لأسئلة
المحافظات على الدرس الأول. نلقاكم إن شاء الله في حل أسئلة المحافظات على الدرس الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.